صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن عيلة ذو الفقار الفنية، وتعتبر عيلة ذو الفقار من أشهر العائلات الفنية في مصر والعالم العربي. فيها أشهر مخرج في تاريخ السينما المصرية عز الدين ذو الفقار، والمخرج والممثل محمود ذو الفقار، والنجم والممثل صلاح ذو الفقار. الأخ الكبير محمود ذو الفقار من مواليد 1914، وحصل على دبلوم العمارة سنة 35، واشتغل مهندس معماري في وزارة الأشغال وبعدين وزارة الأوقاف. وهناك قابل المخرج حسين فوزي، واللي رشحه لبطولة فيلم بياعة التفاح سنة 37، وبعدها انطلق في عالم الفن. واتجوز محمود ذو الفقار في بداية حياته من الفنانة عزيزة أمير الملقبة بأم السينما، لإنتاجها أول فيلم سينمائي صامت وهو فيلم ليلى سنة 27. وبعد وفاة عزيزة أمير أضرب محمود ذو الفقار عن الجواز، لحد في مرة لما شاف الفنانة مريم فخر الدين، وكانت في بداية مشوارها الفني وكانت لسه صغيرة جدا، ورشحها لبطولة فيلم من أفلامه. ولما راح علشان يتفق على أجرها مع والدها أعجب بيها جدا وطلب إيدها واتجوزوا، وخلفوا بنت وحيدة إيمان ذو الفقار. ولأن ميول وطباع محمود ومريم مختلفة تماما، وكان محمود متحكم في كل أمور مريم المادية لدرجة إنها اضطرت تبيع عفش شقتها. ولما عرف محمود غضب جدا وطلقها على طول، وتوفى محمود ذو الفقار سنة 70. والأخ التاني هو عز الدين ذو الفقار، وهو من مواليد 1919، واتخرج في الكلية الحربية واشتغل ضابط. لكن لما توفى والده واللي كان مرتبط بيه جدا جاله اكتئاب، ونصحوا إخواته إنه يغير أسلوب حياته ومهنته، وفعلا استقال من الجيش واشتغل في السينما اللي كان بيعشقها من وهو صغير. واشتهر عز الدين ذو الفقار بمخرج الرومانسية، وقدم للسينما المصرية أشهر الأفلام الرومانسية الناجحة عن قصص لأكبر الأدباء المصريين، زي فيلم رد قلبي، الشموع السوداء، نهر الحب، موعد مع الحياة، وغيرهم. وكان في نادي اسمه بيت الفن أنشأوا بعض الفنانين عشان يجتمعوا فيه، وكانت الفنانة فاتن حمامة بتروحوا هي ووالدها، وهناك اتعرف عليهم عز الدين ذو الفقار، ونشأت صداقة كبيرة بينه وبين والد فاتن. ورشحها عز الدين لدور في فيلم أبو زيد الهلالي اللي كان من إخراجه. وبعد ما خلص تصوير الفيلم طلب إيدها واتجوزوا، وخلفوا بنت نادية ذو الفقار. لكن فرق السن الكبير بين فاتن وعز الدين والملل والفراغ خلاهم يتطلقوا بعد فترة. وبعد طلاقه لفاتن حمامة اتجوز عز الدين الفنانة كوثر شفيق، وخلفوا دينا ذو الفقار. ومشي ومشوار عز الدين الفني ما استمرش كتير، وتوفى عز الدين سنة 63 وكان عنده 43 سنة. أما الأخ الثالث فهو الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، هو من مواليد سنة 26، وبدأ حياته ضابط بوليس في مديرية أمن المنوفية، وبعدين في مصلحة السجون. وبدأ صلاح ذو الفقار حياته الفنية بدور في فيلم عيون سهرانة سنة 56، وبعدين قام بدور ضابط البوليس حسين ابن الرئيس عبد الواحد في الفيلم الشهير رد قلبي، وانطلق بعدها للنجومية واستقال من وزارة الداخلية. ومن أشهر أفلامه الرجل التاني، مراتي مدير عام، أنا وبناتي، الناصر صلاح الدين، وغيرهم. ومثل للتلفزيون عدد من المسلسلات أشهرهم عائلة شلش. واتجوز صلاح ذو الفقار في بداية حياته من واحدة قريبته، وهي أم أولاده منى ذو الفقار وأحمد ذو الفقار. ولما كان بيمثل فيلم رد قلبي حب الفنانة زهرة العلا واتجوزها، وبعد فترة اتطلقوا. ولما كان بيصور فيلم أغلى من حياتي حب الفنانة شادية واتجوزها، وكونوا سوا ثنائي قدم أفلام رائعة للسينما المصرية، واتطلقوا بعد 6 سنين. وتوفى صلاح ذو الفقار سنة 93.